هو ينفع حد يكون عنده إزازة شيك كده جميلة بيشرب فيها مَيّة، ييجي راجع في يوم من الشغل يروح رازعها في الحيطة تتكسر منه؟ يعني ده حتى هتبقى حاجة غريبة جدًا. أنت مش حاسس إن يعني المثل ده قريب شوية من اللي أنت بتعمله مع مراتك لمّا بترجع مثلًا من برّه قاعد عمّال تطوّح وترزّع وفين الغدا ومش عارف إيه، وتوتّرها وتوتّر جهازها العصبي وبعدين ترجع بالليل تقول فين الست اللي أنا اتجوزتها؟ طب ما أنت حوّلتها أهو الراجل زيّك، مخلّيها دايمًا عاملة كده متأهبة، متعصبة، متوتّرة، ومش عارفة الغدر جاي منين. الست محتاجة تحس بالأمان، وأنا وأنت عارفين كويس أوي إنك حافظ الحديث بتاع سيدنا النبي رفقًا بالقوارير. هو قال قوارير أهو ما قالش حديد، يعني معنى كده إنها بتتكسر بسهولة، بتتأثّر بسرعة، فمحتاجة إيه، معاملة حنيّة كده، رِقّة، بالراحة، طبطبة، سَنَد، دعم، أمان، كل دي فيتامينات نفسية حضرتك محتاج تدّيها للست علشان تطلّع الست اللي من جواها. لو أنت معاك عبد الصمد، أنت محتاج تقشّر عبد الصمد ده بالحنيّة والرِّقّة، فتطلع بقى من جواها ست كده جميلة، رقيقة، تتبسط لمّا ترجع تلاقيها في البيت مستنياك، هي كمان تبقى مستنية إنك ترجع.